اللغه اللفظيه. الكلام هو القدره على ايه؟ تشكيل وتنظيم الاصوات في اللغه الايه؟ اللفظيه. انت قلت هنا ايه؟ كلام ولا قلنا ايه؟ اصوات. انت قلت اصوات، ولكن الاصوات دي ما شكلتهاش وبداتش تربطها ما بينها وبين بعض عشان تقدر تقول ان انت تقدر تقول ايه؟ كلمه. وعشان اقدر اتكلم محتاج ان هو يكون عندك نفس كويس. محتاج ان يكون عندك ايه؟ نفس كويس. يبقى اول حاجه عندنا هي التنفس. خلاص كده؟ فعمليه احنا بنتكلم عن طريق هوا مين؟ هوا الزفير. الكلام كله بيبدا يحرك مين؟ الثنايا الصوتيه بتاعتنا. تقدر انت تبدا ساعتها انك انت تتكلم. خلاص كده؟ ومهمه جدا عمليه الايه؟ التنفس. كمان عندنا اخراج الصوت، ويعني اخراج الصوت وسط الحنجره والاحبال الصوتيه. احنا عندنا حاجه اسمها الثنايا الصوتيه. انتوا ساكتين صح؟ وانتوا ساكتين الثنايا الصوتيه دي بتبقى متباعده عن بعضها البعض. بنبدا نيجي نتكلم تبدا الثنايا الصوتيه دي تقرب من بعضها، ويبدا ان هو يصدر الاصوات بتاعتك. خلاص كده؟ ماشي، اتفضل يا سعد. تمام؟ بعد كده عندي حاجه اسمها رنين الصوت، وهي استجابه التذبذب في سقف الحلق. رنين الصوت. الاصوات بتاعتنا عندنا حاجه اسمها اصوات. اصوات ايه واصوات ايه؟ اصوات ساكنه واصوات مين؟ متحركه. اصوات ساكنه واصوات ايه؟